السلام عليكم. راح ندير راوز في الفرن بالدجاج. هنا في البرمة حطيت بصلة متوسطة مفرومة وشوية زيت وقطع الدجاج وملح فلفل اكحل شوية هريسة وراس الحانوت. خليها تقلى مليح، انا ديما البصل نخليه يتقلى مليح حتى يذبل الخلاه. وهنا زدت شوية بركة تاع ماء باه نقلي هذاك الدجاج، واضفت 2 ملاعق كبار طماطم او 2 ملاعق ونص انتي والطماطم تاعك، لكنها يعني يجي شهبة زيدي شوية. ونحل الطماطم هذيك مليح ونخليها تتقلى. هذوكم مرصوات الدجاج خليهم يتقلاو مليح. من بعد نمرقها، هنا مرقتها ونخليها طيب على نار متوسطة. طيب شوية ثم نضيف لها قرن فلفل حار ونخليها هكاك حتى نطيب مليح. هنا بعد ما طابت لي هذيك الصلصة وشرشمت يعني الراوز تاعي وصفيته وخلطته هنا مع الصلصة وخليت شوية من الصلصة على جنب. درت هنا نصف طبقة في البلا ودرت معاها فرماج الأبيض، ولا كان عندك تانا فرماج هذاك رابي مرحي تقدري تحطي منه. من بعد غطيت هذايا الطبقة هذه غطيتها لي بالجبن، ومن بعد نزيد ندير أجزاء من الجبن الأبيض هكا من الفوق. نحط هذاك الجبن من الفوق، ومن بعد نجيب هذيك الصوص ندير شويه من الفوق باه كي نحطها في الفرن تشيح ما تجينيش يابسه، ما يجيش طبقه الفوقانيه يابسه. هكذا حطيت الجبن من الفوق وقطع الدجاج وهذاك القرنتي تاع الحار وحطيتها جست شاحت بركه وحمرت من الفوق ونحيتها. نحطها هنا في الفرن ثم نلتقي فيما بعد. هنا بعد ما شاحت لي في الفرن وحمار هذاك الدجاج خرجتها. هكا تكون يعني يجي هذاك الروز يجي خفيف، يجي كل حبة وحدها، يجي ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. انا راهي في صحن التقديم، شوفوا كيفاه جا. هذاك الروز يجي كل حبة وحدها ما يجيكش معصد، يعني كي طيبيه في الماء كي تشرشميه هذاك الروز ما تخليش يطول، ما تخليش حتى يعصد يولي طري ياسر. جست يطرى بركة تنحيه، على خاطر من بعد كي تزيدي ديريلو الصلصة وتحطيه في الفرن راح يزيد يطيب هذاك الجزء الشوي اللي مازال ما طابلكش. يجيك هكا كل حبة وحدها. شوفوا كيفاه جا ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ان شاء الله تشتركوا في قناتي وتعملوا لي لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والى الملتقى ان شاء الله. السلام عليكم.